لو عايزة كده تعملي تنظيفات عيد سريعة وتنضفي السجادة على الناشف وهي محطوطة مكانها وتطلع زي الفل من غير بلل ولا بهدلة، تعالي كده تابعيني في الفيديو ده واقولك على وصفة كويسة وبسيطة. هنجيب كده حاجة عريضة ينفع يخش فيها المقشة، وحطيت كده زي ما انت شفتي مطهر دوني يعني، ومعطر أرضية لو عندك، وصابون، بواقي الصابون سيحيها في كده على النار وحطيها برضو في المية. اكتر حاجة من الحاجات اللي بتنضف ومتعملش رغوة كتيرة هي الصابون، فبلم كده بواقي الصابون وبسيحها على النار في شوية مية، ولما تبرد حاجة بسيطة عشان ممكن بعد ما تبرد قوي بتتجمد تاني. وهتجيبي المقشة الخشنة دي مش مقشة قصدي فرشة زي فرشة السجاجيد بس بإيد، وزي ما السجادة محطوطة زي ما انت شايفة هي محطوطة مكانها ومش هنشيلها خالص، وهندعك بيها كده. كنت عملتلكوا بردك فكرة شبه دي السنة اللي فاتت بس بالفرشة اليدوية، بس دي سهلت اكتر شوية. بصوا كده على القطعة البيضة، انا دايما بعمل فيديو بالسجادة البيضة دي لان هي اكتر حاجة بيبان فيها. بس بنوتي الصغيرة كانت بتعمل معايا. يلا اللي اول مرة يشوفني ما ينساش يتابعني ويشوف الفيديوهات اللي فاتت، ان شاء الله هتلاقي افكار كتير تعجبك وهتفرق معاكي لو انتي ست بيت. بصي انا بعد ما بغسلها كده بالفرشة شفتيني ما دعكتش كتير، هما يدوبك دعكتين، وبعد كده هلف كده على المقش اي فوطة بس تبقى مبلولة كده او مندية بحيث تمسحي الصابون اللي انت عملتيه. بصي زي ما انت شايفة كده، وتسيبيها تتهوى وهتبقى زي الفل. هقرب لكم كده الكاميرا واوريكم الحتة اللي انا عملتها، يعني شفتيني انا ما دعكتش دعكتين على بعض. وبصي الفرق ما بين دي ودي، بصي الفرق ما بين دي ودي. يمشي بقى كده على كل السجادة او على اي بقعة في السجادة هتلاقيها نطفت معاكي. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة. الصابون ما بيعملش رغاوي كتير تضطري تقعدي تشيليها وتمسحيها وكده. فلو عجبتكم الفكرة بقى نفذوها علشان تخشوا كده على العيد والدنيا كده مزهزهة وحلوة، بس من غير هدة حيل وشيل وحط ولم مية كده وشغلانة. الفكرة دي تنفع مع اي نوع من انواع السجاجيد. بس انا عايزة اقولكوا على حاجة في السجادة دي، دي كده بديل السجادة، هي بتبقى طرية كده زي ما انتوا شايفين، وده بيبقى شكل ظهرها. بتبقى صعبة جدا لما بتتبل، يعني صعب تغسليها حتى لو عندك مكان في الحمام. فعلشان خاطر ما يتهدش حيلك لو انت حابة بقى تغسليها غسيل، لو متطربة مثلا من تحت وعايزة لا تنضفيها تنظيف كويس، فبرضو الفكرة دي تنفع مع اي نوع سجادة، بس مع الانواع دي بالذات. آه هتعملي كده زي ما انا هوريكي، بحط شوية مية بسيطة، يعني كده يعتبر هننضفها على الناشف برضو لو انت عايزة تغسليها غسيل، وهي مش المسألة بقى شوية بقع وشوية زهزهة وخلاص. بحط شوية مية كده صغيرين، رجة فيهم شوية مسحوق عادي من بتاع الغسيل، ترشي شوية على السجادة وعليهم شوية مية، تحطي الاتنين على بعض في الازازة وترجيهم مفيش مشكلة، وتغسليها على الناشف من غير بقى ما تدلقي مية في الصالة ولا في لان صعب جدا تتفرد في الحمام وانتي بتلفيها، يعني هي غسيلها صعب شوية وما بتخشش الغسالة لان هي بتبقى كبيرة. بعد ما تغسليها هتطبقيها فوق بعضيها وهتنزليها كده تحت الدش، حتى لو ما عندكيش بانيو او اي حاجه، وسيبي كده الميه عليها وممكن تدوسي كده عليها برجليكي هتطلع كل التراب اللي في الظهر، لان هو بيبقى مجرد تراب كده عادي، مش محتاجه دعك على الوشين ولا اي حاجه، وما بتبقاش صعبه في التنظيف، ولكن هي يعني لما بتبلي كده بتعرفيش تملكيها. ده النوع اللي هو بتاع بديل السجاد، دي انسب طريقه لغسيلها وهي مفروده كده، وتطبقيها وتحطيها تحت الدش.